السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وأموركم في أحسن حال. هدخل في الموضوع على طول علشان إحنا بقينا عارفين بعض وكده. عارفين اللحظة اللي بنبص فيها لنفسنا كده فجأة ونحس إن إحنا مش إحنا؟ يعني هقولك إن إنتي مش إنتي، ولا صوتك هو صوتك، ولا ضحكتك هي ضحكتك. كل اللي إنتي بس يعني اللي إنتي كنت بتحبيها، ضحكتك اللي إنتي اللي من قلبك. فردود أفعالك كمان بقت غريبة، وكأنِك ماشية مثلًا هنقول في الدنيا دي يعني مش موجودة، أنتِ بتتحركي بس روحِك واقفة مكانها. يا ريت الإحساس يكون وصل لكم، إحساس إنِك مش نفسِك. من أكتر المشاعر اللي بتخوّف مش علشان مؤذية، لأ بالعكس، علشان بتفكّرِك قد إيه النفس محتاجة حد يسمعها ويفهمها وياخد بإيديها. بس الجميل هنا إن الإحساس ده مش دليل للضياع، ده دليل إن جواكِ نسخة أصلية perfecto بتنادي عليكِ علشان ترجعي لها وبتقول لِك أنا لسه منِّك، لسه في حياة خدي بالِك ما تسيبنيش أموت. النهارده وهنا ودلوقتي وفي الحلقة دي خلّينا نروح سوا لمكان هادي نفتح فيه كلام عمره ما اتقال. تعالوا كده نرجع خطوة لورا ونحاول نفهم إحنا ليه بنبعد عن نفسنا وإزاي نرجع لها من جديد. حضّروا مشروبكم وتعالوا معايا في الرحلة الحلوة أوي دي. أول حاجة، التغيير مش علامة فقدان أبدًا، التغيير علامة إنِّك عدّيتِ بحاجة. ما حدش بيصحى من غير سبب حاسس إن هو مش هو، يا إما بيكون ضغط، خذلان، حد كسرِك، أو تعب. فترة طويلة أوي كنتِ بتأوحي فيها وبتعملي كنترول وزِد لأي حاجة بتحسّي بيها كإنِّك ما حسيتيش بيها وبتمسحيها، وبتمثّلي إنِّك قوية. لحد ما في يوم إن الشخصية اللي أنتِ بقى لابساها ضاقت عليكِ، ما عادتش مستحملاكِ. فبدل ما تلومي نفسِك على التغيير اسأليها، وخليكِ حنينة في السؤال، أنتِ حصل لِك إيه؟ مين زعّلِك؟ إيه اللي خلّاكِ تختفي؟ تاني حاجة، رجوعِك لنفسِك مش بيحصل يوم وليلة، اصبري. الرجوع ده شبه كده إنِّك بتلمّي أصحابِك بعد غياب طويل جدًا، بتلمّي كل واحدة فيهم من مكان مختلف. أولها بيكون في كسوف، في بُعد شوية عن القلب، بس شوية شوية القلب بيدفى. خدي وقتِك، رجوعِك لنفسِك رحلة مش قرار هتاخديه بسرعة، بالراحة. اسمعي صوتِك الحقيقي، مش صوتِك اللي اتعود يقول ماشي وحاضر وعلى طول، صوتِك اللي بيزعل وصوتِك اللي بيفرح من كل قلبه واللي بيغلط واللي بيحس. جربي تكتبي، تحطي موسيقى بتحبيها، تفتحي قلبِك في ورقة، تصلي ركعتين وقولي يا رب رجّع لي نفسي ورجّع لي قلبي وطبطب عليَّ. رجوعِك بيبدأ من الحاجات الصغيرة أوي، مش لازم تغييرات كبيرة أوي وخزعبلية. اعملي حاجة واحدة بس بترجّع لِك إحساسِك القديم، خروجة بسيطة، ريحة برفان بتحبيه، مشهد من مسلسل زمان يرجّعِك حتى عيلة صغيرة، أو مشوار لوحدِك أو كتاب بتحبيه. أي حاجة تفكّرِك إنِّك لسه موجودة ولسه ليكِ أثر. غيّري جو اللي كسرِك، أو غيّري الجو اللي خلّاكِ تحسّي إن أنتِ متضايقة ومخنوقة. لو في ناس أو مكان أو ضغط بيخلّيكِ تبعدي عن نفسِك، خدي خطوة وابعدي عنه شوية. النفس مهم جدًا إن هي تحس إحساس الحرية، وما فيش رجوع لنفسِك وأنتِ محاصرة وسط أصوات بتضيّعِك أو بتضعفِك أو حتى بتهمّشِك. افتكري نِعَم ربنا عليكِ، وافتكري إن ربنا شايفِك طول الوقت. ربنا عمره ما بيسيب حد تايه أبدًا، بالعكس بيبعت إشارات أو رسايل صغيرة خدي بالِك منها. وبعد التوهان ده يعني هيرجعِك تاني ليه، بس خدي بالِك من الرسايل دي، حطيها دايمًا في حسبانِك، اقعدي فكّري فيها كل شوية. ويمكن الحلقة دي تكون من العلامات اللي ربنا بيهدي فيها قلبِك ليه وبيحسسِك إن هو جنبِك ومعاكِ. ويمكن دي رسالة دلوقتي أنتِ بتسمعيها. قولي دايمًا اللهم ردّني إليك رَدًّا جميلًا وإلى نفسي رَدًّا لطيفًا. خلّيها دايمًا على لسانِك، هتحسي بتغيير حلو أوي. وأخيرا سامحي نفسك، وقولي لنفسك دايما اللي وقع وقع، اللي اتكسر اتكسر، واللي اتأخر اتأخر وأكيد مش نصيبي. بس انتي لسه هنا، لسه قادرة ترجعي ولسه جواكي نسخة أصلية مستنياكي.
عايزاكِ تعرفي إنِّك مش لوحدِك، ولو حسيتِ الفترة دي إنِّك مش نَفْسِك، فده مش ضعف، ده قلب بيطلب يتشاف، وأنا باوعدِك إن مع كل خطوة صغيرة هتحسي إن في حاجة بترجع بس تنوّر من تاني جوّه قلبِك، واحدة واحدة، ما تستعجليش، اعملي اللي تقدري عليه، يعني اعملي اللي تقدري عليه وخلّي الباقي على ربنا، أهم حاجة في الرحلة هي السعي، والنتيجة دي بجد بتاعة ربنا. سؤالي ليكم قبل ما أسيبكم، لكل حد سمع الحلقة دي ربنا يسعدك ويهنيكِ ويريّح بالِك ويرزقِك باللي تتمنيه وأكتر كمان. ودلوقتي إيه أول خطوة هتعمليها بعد الحلقة دي علشان ترجعي لنفسِك من تاني؟ اكتبي لي علشان أرجع لِك في الحلقة اللي جاية وأكمّل معاكِ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.